السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى مشاهدين، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنبدأ مع بعض دورة فراخ جديدة. زي ما حضراتكم شايفين كده معايا الكتكوت عمر يوم. بسم الله ما شاء الله. بحطه في المكان اللي حضراتكم شايفينه ده لمدة 15 يوم ياكل علف سمسم، وبعد كده بنزله في مكان أوسع شوية بيكون أفضل. كل ما توسعي لطيورك بيكون أفضل طبعا، بيزيدوا وبيبان عليهم الأكل. ودول كده يا حبايبي عمر 25 يوم، وانا والله ما بحط اي حاجة غير العلف والمية. كل ما فيها ان انا بغسل لهم السقايات بتاعة المية يوميا. ولمدة 15 يوم في الاول بياكلوا علف سمسم، و10 ايام بياكلوا علف وسط زي ما حضراتكم شايفين كده. يبقى كده عمر 25 يوم. بسم الله ما شاء الله، أوزان جميلة وفراخ جميلة ما شاء الله، وأحسن حاجة التربية البيتي. ودلوقتي أنا دخلت المرحلة التالتة من عمر الفراخ، وهي ال10 أيام الأخرانيين. كده عمرهم 35 يوم، وآخر 10 أيام دول بأكلهم علف خشن. ما شاء الله اللهم بارك. أوزان جميلة وآخر نظافة وآخر حلاوة ما شاء الله. وطبعا تربية في البيت بتفرق في الطعم كتير، بعيد طبعا عن الهرمونات والحاجات التانية اللي الفراخ بتاخدها بتاعة المزارع. دي حاجة مضمونة وكويسة، بتأكليها لولادك وانتي مرتاحة. ما شاء الله أنا بذبحهم على عمر 35 يوم. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. ودلوقتي هوريكم وزن الفرخة بعد 35 يوم طلع معايا قد ايه بالظبط. اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله 3 كيلو ونص. وانا متعودة اذبح فراخي بالاوزان الجميلة دي، عشان بصراحة بيبقى طعمها جميل ما شاء الله. ودلوقتي هذبحهم، وذبحتهم يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده، ونقعتهم في محلول النقع، المية والملح والليمون والخل، وفتحتهم وغسلتهم كويس جدا. طبعا الليمون والملح والخل بيشيل اي زفارة في الفراخ. بنعصر الليمون ما شاء الله. هو ده روتيني كل شهر، الحمد لله اللهم بارك. ففي مرة بقطعهم اجزاء، وفي مرة بسيبهم سلام كده، بفرزهم الواحدة بوحدتها. وده اللي انا هعمله النهاردة في روتين الشهر ده، ان انا بعد ما غسلتهم وبقوا ما شاء الله فلة بالشكل الجميل ده. الله اكبر، اللهم بارك. ودمها علينا نعمة يا رب. وياريت كل اللي يشوفني ويشوف الفيديو لو مشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. وياريت الكومنتات الجميلة اللي بترفع من الروح المعنوية وتشجع على الشغل ما شاء الله. ودي الكبد والقوانص. ودلوقتي يا حبايبي انا هبدأ اصفيهم من المية بعد ما سبتهم في محلول النقع ده من 4 ل5 ساعات. كل ما بيفضلوا في محلول النقع مدة كبيرة بتاخدي افضل نتيجة لطعم جميل ومميز ورائع ما شاء الله. هبدأ اصفيهم كويس جدا من المية، وهبدأ بقى احط كل فرخة في كيس مع الكبدة مع القناصة براحتك. انا حبيت افرزهم الشهر ده كل واحدة لوحدها، عشان ده مطلوب وده مطلوب. يعني ان انت تقطعي اجزاء بقى بانيه واجنحة ودبابيس وعرضات وكده،
ده مطلوب برضو. وان انت تسيبيها لوحدها بحالها كده مطلوب، عشان لو حابة تشويها تخرجيها بتشويها. ودلوقتي صفتهم ما شاء الله، اللهم بارك، بالشكل الجميل الرائع اللي حضراتكم شايفينه ده، ونظافة جميلة ومضمونة طبعا لاني تنظيف ايديا. هبدأ احطهم في اكياس وافرزهم بالشكل ده. ويا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو بتاعي. وبقول تاني، اللي ما اشتركش في القناة ياريت يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلوا مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.